كعب غزال عرفت شنو لو سكر ديالكم؟ راه قلتها لكم ذاك النهار، وهو دائما ملي تصايبوا كعب غزال عندك الطريقه باش تصايبيه. تاخذي مثلا عندك الدقيق، التدقيق والزبده والماء وما زهر ياك، والملح والسكر، وكتعرف الحشوه عارفينها. دابا المشكل فين كاين؟ ملي تتصايبوا ديك الورقه تصايبوها تدخلوها للفران ديريكتومون. هي غادي نعطيك واحد لو سوكري اللي غادي ديريه ملي تصايبي كعب غزال كامله. خدي واحد اليبره وتحاولي ما امكن تبقاي تضربي دوك الكعيبات، تبقى تضربيهم بسميتو بديك اليبره. ديري جوج ثلاثه الفتحات فيهم غير صغارين باليبره حتى تديريهم كاملين. وملي تشعلي الفران ماشي يكون الفران شاعل عاد تدخلي، نو، حطي كعب غزال وشعلي الفران. ما تيجي بالفران يسخن تيكون كعب غزال وجد ان شاء الله. فهمتي؟ هادو هما لي سيكري ديال كعب غزال باش يجي. تاخذي ليبره صغيره تبقاي تقبي دوك الكعب غزالات، تقبيهم باش تيتنفسوا، باش ما يتنفخوش وتيتنسفوا. كتبقى ديك ما تتهرسلكش ديك العجينه، وكتجي لك مقرمشه، ويعني لداخل برا مزيانه محمره ومقاده، ولداخل كتجيك ديك الحشوه معلكه مزيانه. ومن ميم طون الفران ما خصوش يكون سخون. حطي الطاوه ديالك اللي عامره بكعب غزال وشعلي الفران تيسخن وكعب غزال تيطيب. ما يجي الفران يسخن كيكون كعب غزال يعني طاب وعندك النتيجه زوينه. هادو هما